احنا كلنا عارفين شخصية جيسون تود المعروف بريد هود، ما عندوش اي قوة خارقة، لكن لو هنتكلم بقى عن قوة الانسان العادي فهو في قمة القوة البدنية. يعني مثلا قبل كده في مرة ريد هود رفس بين برجليه ورماه من عليه، وللتوضيح طبعا بين وزنه حوالي 300 باوند، يعني تقريبا 135 كيلو، وعنده قوة عضلية ضخمة، ومع كده ريد هود رماه كأنه ولا حاجة بالنسبة له. بس ثواني لسه في اكتر، في مره كمان قدر يقلب او يرمي سوزي سو اللي كانت ماسكاه ومثبتاه ووزنها حوالي 600 باوند، يعني اكتر من ربع طن. ده انجاز جامد جدا. وكمان فاكر الموقف لما ركل باب طياره علشان خاطر يوصل لبنت الجوكر، فدي يعتبر قوه مش عاديه برضه. نيجي بقى بعد كده لديس ستروك اللي عنده قوه خارقه نسبيا، مش زي سوبرمان بس برضه خارقه، ومع كده ريد هود رفسه رفسه خلته يطير ويرزع كمان في صناديق خشب. ولا ننسى كمان انه في سلسله نيو 52 وبالتحديد في الجزء الخامس من روبن وور، ريد هود كان اول واحد من كل روبنز قدر يهزم تالون لوحده، وفعلا كسروا رقبته وقتها. ومن ضمن الحاجات اللي تبين قوته ان قدر يشيل سقف بيقع وكان مولع نار علشان ينقذ ناس كانوا محاصرين جواه. وكمان في نفس السلسلة بتاعت نيو 52 جيسون استخدم نسخة من سيرم فينوم زي اللي بيستخدمه بين، بس النسخة دي بتدي قوة خارقة من غير ما تخلي اللي بيستخدمها يتحول لوحش غبي. فلما استخدمها قدر يكسر قبضة سوبر جيرل، يعني حرفيا كان بيقابل قوة كريبتونية بالقوة. وكمان واجه كائن فضائي عملاق لوحده، والكائن ده كان متعب حرفيا لشخصية سوبر جيرل، ومع كده جيسون قدر عليه. ندخل بقى على السرعة. زي القوة، السرعة عنده مش خارقة بس برضه في أعلى مستوى للإنسان الطبيعي، زي الرياضيين الأولمبيين أو أحسن كمان. من الحاجات اللي تثبت ده إنه قدر يتفادى رصاص ديس ستروك، وده إنجاز جامد لأن زي ما احنا عارفين ديس ستروك تخصصه إنه يوقع الناس بالنار. وفي مرة كمان جيسون جري أسرع من واحد كان بيطارده على عربية فور ويلر. طبعا هنا بقى لو أنت سألتني سؤال لولبي، هو إزاي بيعمل كل ده وهو أصلا ما عندوش قوة خارقة؟ فخليني أبسط عليك الموضوع وأقول لك ببساطة علشان خاطر ده كوميكس فعادي، يعني ما تدققش. هو حرفيا بيقدر يتفادى ضرب نار من مسافة قريبة جدا، وده حصل قدام بنت الجوكر. وكمان سبق وهجم بسرعة على واحد من مجموعة تسمى ايرون رول، واللي على فكرة عنده سرعة خارقة. لو مش عارف مين دول فهي فرقة مرتزقة أسسها روي هاربر. بس المهم هنا إن رغم إن هو ما عندوش سرعة خارقة، ريد هود بيتحرك بسرعة رهيبة. فندخل بقى على مهارات القتال بتاعته. من الآخر كده في مرة فاز على باتمان في قتال بالإيد. طبعا ما تفهمنيش غلط، ده مش بيحصل كتير، وبروس غالبا كان بيخف إيده، بس برضه دي نتيجة جامدة جدا تحسب لريد هود. وفي مرة تانية كان بيواجه باتمان، وباتمان قال له انت عارف انك مش هتكسب المعركة دي. فرد عليه ريد هود وقال له في قتال نضيف غالبا لا بس بالغش، انا محترف. وساعتها استخدم صدمة كهربائية علشان خاطر يهزمه، كان بالغش بس كسب عادي وهو مستعد يعمل اللي باتمان مش هيعمله. وفي مرة كمان كان على وشك يدمر اورفن اللي هي كاساندرا كين، بس ديك وقفه. وعلشان تفهم قد ايه ده كبير، لما ديك جاريسون واجه كاساندرا هي كانت مكسرة حرفيا. ريد هود كمان واجه وهزم لوحده مجموعة من المان باتس بتوع ليدي شيفا، وقال ليهم وهو بيتريق هو ده كل اللي عندكم؟ انا ما اتدربتش تحت ايد شيفا غير 6 اسابيع، انتوا اكيد بقالكم سنين معاها، اتعلموا تضربوا عدل بقى. فريد هيود كمان واجه وهزم تالون ومستر فريز في نفس الوقت. كان حاطط رجله على رقبة التالون ومسك فريز بمسدس، كانت لقطة جامدة جدا. وفي مواجهة تانية قوية جدا ريد هود واجه ديس ستروك، وكانت معركة حقيقية استمرت حوالي 5 صفحات. الاتنين كانوا بيضربوا في بعض، بيقطعوا بعض حرفيا، يرموا بعض في الحيطان، لحد ما ديس ستروك قال له يلا نخلص الموضوع. فرد عليه جيسون زي ما تحب، ولع فيه بالرصاص ووقعه. وديس ستروك قال له مستني ايه، خلص عليا. فرد ريد هود عليه انا مش متأجر علشان خاطر اقتلك، انا متأجر علشان خاطر اوجعك. ومش هنقف هنا، ده كمان فاز على راس الغول بنفسه وكان في وضع قوي جدا وقتها. فانك تهزم راس الغول في يوم عادي دي حاجه جامده، بس انك تهزمه وهو واخد قوه من البئر ده جنان جدا. بس اللي جاي ده يمكن يكون اقوى كمان. انت اكيد عارف ليدي شيفا مش كده؟ لو مش عارف دي اخطر قاتله محترفه في عالم دي سي كله، لدرجه انها دربت باتمان نفسه وكمان دربت كتير من الشخصيات التانية ومن ضمنهم جيسون تود ريد هود. ولما في الاخر حصلت مواجهه ما بينهم قال لها جيسون انا فاكر لما قلت لي ان استحاله اقدر اوقع حد بمستواكي في القتال يدوي، وساعتها عمل حركه مفاجاه واسقطها من غير ما تتوقع. وكمل كلامه بس انت علمتيني شويه اختصارات اقدر استخدمها لما اكون محتاج الافضليه. وبعدها على طول ضربها ضربه كاراتيه في رقبتها من ورا وقال
المفروض الضربه دي تخليك مشلوله لمده وقال المفروض الضربه دي تخليك مشلوله لمده اقل من 30 دقيقه او يمكن للابد. انا مش متاكد لان بقالي كتير ما جربتهاش. يعني مش بس هزم ليدي شيفا، ده خلاها مشلوله مؤقتا. فبعد ما شفنا انه قدر يهزم شخصيات زي باتمان، ديستروك، ليدي شيفا وغيرهم، يلا نشوف بقى قوه تحمله. نبدا اول حاجه بخوذته. الخوذه بتاعته قويه جدا لدرجه انها صدت ضربه مباشره من تالون اللي نزل بالشفره بتاعته على راسه، ومع ذلك ما حصلش حاجه. الخوذه كمان ضد الرصاص من العيار الخفيف، يعني بتصد الرصاص العادي، بس لو جاله طلقه من رشاش تقيل هتخترقه. البدله بتاعته كمان ضد الرصاص بنفس الطريقه، وبفضل الخوذه والبدله قدر ينجو من انفجارات نوويه كانت بتحصل في الميه جنب على طول. ده حتى نجا قبل كده من ضربه مباشره من بازوكا. انا نفسي مش فاهم ازاي، بس هو فعلا حصل كده. اما عن التسلل والذكاء، فريد هود من اعظم الشخصيات فيهم. قدر يقتحم منظمه زي بلاك هوكس، وقدر كمان يوصل لمقر ديم ديريك، واللي تيم قال بنفسه ان مستحيل حد يعرف يدخله، بس جيسون دخل بالفعل. ده حتى قدر انه يخترق نظام دوماس، وكمان قدر يتسلل ويهرب من سوبر جير اللي عندها حواس خارقه وكانت بتدور عليه باستخدامها، ومع كده معرفتش كمان تلاقيه. يعني باختصار ريد هود هو نسخه من باتمان، بس النسخه اللي مش بتهتم وبتقتل لو لازم الامر. عنده مهارات في التسلل وفنون القتال والرمايه والتكنولوجيا والتجسس وكل حاجه ممكن انسان يتقنها. وكمان احب اقول لك حاجه كده في الاخر، ريد هود بنفسه قال مره انه بيخف ايده لما بيقاتل باتمان، وفي مره تانية كان بيواجه شرطه الجثم وكان بيقول كل الوقت اللي انا وبروس قضيناه واحنا بنقاتل بعضنا دايما انا اللي كنت بحاول اقتله، بس لازم اعترف كنت ماسك نفسي عشان في الاخر هو بروس، بس مع باتمان ده مش محتاج اخفف الضربات. الكلام ده بيورينا ان ريد هود وباتمان عمرهم ما دخلوا في قتال حقيقي بكامل قوتهم. احنا عارفين ان باتمان دايما بيمسك نفسه، بس دلوقتي عرفنا ان ريد هود كمان كان بيخف ايده، وده شيء مثير جدا للاهتمام لانهم على مدار السنين هزموا بعض في مواجهات مختلفه والاسباب مختلفه كمان. بس هل في مره فعلا حاولوا يضروا بعض بجد؟ الواضح ان لا. فتتخيلوا بقى ريد هود ممكن يعمل ايه لو قرر يديها بكل قوته، خصوصا انه مش ملتزم بنفس الكود الاخلاقي بتاع باتمان وبيستخدم اساليب باتمان عمره ما هيستخدمها. فهل ده معناه ان ريد هود ممكن يكون هو اللي يفضل واقف في الاخر في قتال مفتوح حقيقي ضد باتمان؟ يمكن، او على الاقل ده شيء ممتع جدا نفكر فيه. فيا رب تكونوا فهمتوا قد ايه ريد هود قوي ومش سهل خالص. فاشوفكم الفيديو اللي جاي، سلام.